السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو الدرس الرابع عندنا في السي اس اس. قبل ما نبداو نديرو تذكير اللي داز الدرس اللي قبل اللي بغى يمشي يتفرج فيه. الدرس اللي قبل كنا هضرنا على السي اس اس بوزيشنينغ، بروبرتيز ديال بروبرتي ديال بوزيسيون، ولي رولز اللي يكونوا فيها ريلاتيف ستاتيك وفين تيستعملوا. اليوم ندوزو لواحد من اهم الدروس اللي كاينين في السي اس اس. قد نقول لكم هو اللي جا في المرتبة الاولى ولا الثانية، والمنافس ديالو هو سي اس اس جريد. عندك في سي اس اس فليكس بوكس و سي اس اس جريد. اليوم نبداو بفليكس بوكس، نبداو بالنظام ديال فليكس بوكس. اللي ميتريزا فليكس بوكس بدا في الاحتراف السي اس اس. اللي ميتريزا فليكس بوكس و سي اس اس جريد بدا في الاحتراف ديال السي اس اس. يعني نعطيك 3 دقائق الاولى في هذا الفيديو، غادي تبدا تعجبك الخدمه في السي اس اس. كما ديما غادي نبداو اول حاجه نبداو بواحد التفسير خفيف. شنو هو فليكس بوكس؟ فليكس بوكس هو نظام عنده بزاف ديال لي بروبرتيز والرولز، قواعد اللي تيعاونوك تنظم العناصر اللي عندك في ال HTML. عناصر containers parent element بالchildren element اللي تيكونوا فيهم دوك العناصر اللي تيكونوا وسط العنصر الكبير. هاد الفليكس بوكس نظام تيمكن لك تنظمهم بشكل احترافي باستعمال البروبرتيز والقواعد اللي عنده. يمكن لك تنظمهم افقيا، عموديا، دير المساحة اللي بغيتي، تكبر اللي بغيتي، تصغر اللي بغيتي. وغالبيا تستخدمو في دوك لي كونتينرز ديال لي بلوغ ولا الاي كوميرس باش دير برودوي حدا برودوي وتستفهم بشكل افقي ويكونوا منظمين. راك عارف اي تيشوف المشاهد التنظيم راه تتعجبو الخدمة. وداك التنظيم اللي تيزيل الخدمة هو فليكس بوكس. هنا قالك هنا غادي ندوزو للعربية نشوفو ما هي فليكس بوكس. تلا كانوا شي وحدين تيتفرجوا فينا باغيين يفهموا بالعربية، غادي يقراو معنا التفاسير تاع بالعربية. يسمح لك بتصميم بنية تخطيط معقدة بطريقة أكثر كفاءة ويمكنك التنبؤ بها. يوفر خصائص لمحددة المساحة وتوزيعها بين العناصر الموجودة في الحاوية. هاد النقطة هادي بغيت هي نزيد نذكرها. وتيمكن لك توزع المساحة ما بين العناصر بشكل محترف وجد دقيق، درجة تجبل لك كما قلتي كل حاجة محطوطة في بلاصتها. فهمتوا كيفاش؟ شناهي البروبرتي ديال فليكس بوكس؟ اول ما خصكم تعلموا ديسبلاي فليكس. اول بارنت اليمنت عندكم الكونتينر اللي غادي يكون وسطها عناصر. اول رول غادي ديرو في البارنت اليمنت هي ديسبلاي فليكس باش تعطيو للتشيلدرن فليكس ستايل. هنا سيصبح جميع الأطفال هما العناصر اللي وسط العنصر الكبير عناصر مرنة، يعني عناصر عندها فليكس ستايل. شنو داك اللي نقول لكم دابا بارنت اليمنت تشيلدرن اللي هما الاطفال. وهذه هنا مثلا في ليكزومبل عندك سيدي هنايا دوكيومون اش تي ام ال. عندك الكونتينر الكبيره هذه هي بارنت اليمنت، وسطها تيكونوا عناصر. هاد العناصر هما تشيلدرن.
بوكس ان، بوكس دو، بوكس تلاتة. هاد لي بوكس باش نضموهم وسط الكونتينر اللي هي بارنت اليمنت، تنديرو الكونتينر ديسبلاي فليكس. هاد النقطة دابا الحمد لله تكون واضحة. ارجع لونجلي. كما قلنا، هاد الفليكس بوكس عنده العديد من البروبرتيز. هادشي اللي جينا نذكرهم كاملين ونشرحوهم كاملين ونتيستيوهم كاملين ما غاديش نساليو، واش تاخد لنا واحد 4 السوايع ولا كثر، خصنا نستريحو ونعاودو نرجعو. دونك انا ناخد لكم غير النقط المهمة في الفليكس بوكس اللي غادي تبداو بها، ومن بعد ملي تحتاجو شي خاصية ولا شي ستيل اخر، غادي تستعنوا بالاي اي ولا بالدوكيومونطاسيون الكبيره ديال سي اس اس باش تاخدو، باش تعلموا البروبرتيز الاخرين اللي معقدين ولا بيا الا سولتي الاي اي راه غادي يعطيهم لك. كما قلنا، من لي بروبرتيز اللي عندنا نبداو دابا البروبرتيز اللي تيستعملوا في البارنت اليمنت، بحال فليكس ديريكشن، فليكس وراب. فليكس ديريكشن تيكون وسطها ناكtualiزيو باش يرجعوا لنا هادشي كما كان. فليكس ديريكشن هي اللي تتعطيك الاتجاه ديال children، واش عموديين ولا افقيين. بهاد البروبرتي ديال فليكس ديريكشن درتي رو افقي، درتي كولوم عمودي. فليكس وراب عندها نون وراب وراب. justify content عندها فليكس ستارت سنتر سبيس بتوين. عندها align items، عندها stretch flex start center. عندنا align content. عندنا قالك used when there is extra space in the cross axis. هاد الاخرى خليوها تنساليو من هادو ندوزو نجبدو لي properties rules اللي تيدارو في align content ونجربوهم باش نفهمو هاد الشرح هذا. خصنا نعرفو شنو هو بعدا الكروس اكسس، وشنو هو هاد الاكسترا سبيس اللي هاد المساحة الفارغة اللي تتكون في الكروس اكسس، وكيفاش نحيدو هاد المساحة، شنو هي الرول اللي غادي تحيد لنا هاد الاكسترا سبيس. هنايا فليكس ايتمز، هنايا عاوتاني هما children's ولا فليكس ايتمز عندهم بروبرتيز. هنايا بارنت وهنايا فليكس كونتينر وهنا فليكس ايتمز عندهم تا هما بروبرتيز تيدارو ليهم. عندك فليكس جرو، فليكس سترينغ، فليكس بازيس، الاين، سيلف، وكل بروبرتي عندها دي رولز. نقراو بالعربية هادو ديال نعاودوهم كاملين. هنا نبداو بالفوقانية. انا قالك الاتجاه المرن، يعني هنا فليكس ديريكشن، الاتجاه يتم وضع العناصر المرنة في الحاوية، قلنا عموديا ولا افقيا. هنا خصنا نحفظو الترتيب. فليكس وراب justify content. فليكس وراب يحدد ما إذا كان يجب المرنة على أسطر متعددة. ويلي على الترجمة مصيبة كحل هادي. دابا واخا تقراو الترجمة ولا تقراو بلونجلي، لما طبقش الانسان ما غاديش يفهم. دونك هاد التفاسير غادي نقراوهم وصافي.
محدد العناصر المرنة على طول المحور الرئيسي. محدد العناصر المرنة على طول المحور المتقاطع. ما نقويش عليكم بزاف، نبداو غير بالبروبرتيز المهمين اللي هنا جمعتهم لكم هنايا في هاد المثال هادو دابا جربوهم من راسكم، قراوهم كيف هذا شخصية غادي تستعملوهم، هما مهمين. غير الا جينا كل وحدة نجربو شحال دروز فيهم، جينا كل وحدة نجربوها راه ما غاديش نساليو. وكاينين كتار من هادو، يعني الا جبت هادو خصني نجبد حتى الاخرين. دوكا ناخدو غير النقاط المهمين. النقطة المهمة قلنا الأولى اللي تتكون فليكس كونتينر ولا فليكس كونتينر ولا parent element هي display flex و flex direction. عقل على هاد الجوج. flex direction أول حاجة تنبداو بها هي display flex، تاني حاجة تندوزو الاتجاه ديال هاد الفليكس هذا، واش أفقي اللي هو عندنا دابا في البريفيو هنايا، ولا عمودي بحال هكا. نحيدو ليكم هادشي باش يبان ليكم افقي ولا عمودي. واضحة. مزيان. البروبرتي الثانية اللي بغيتكم تعرفوها وتفهموها هي سيدي، انا عندي مثلا هاد البوكس، الى جينا نحيدو هاد جاب غادي تفهموها لاش تصلح. عندي هاد لي بوكس ملاصقين، بغيت ندير واحد المساحة بيناتهم باش يجيو زوينين في النظرة. اشنو غادي نديرو ليهم؟ بروبرتي ديال جاب جاب تتهنيك من مارجين، ديك البروبرتي ديال مارجين. يعني هادي عوض ما تستعمل مارجين البوكس 1 مارجين البوكس 2 مارجين البوكس 3، تتجي البارنت اليمنت تدير له جاب تيدير لك المارجين ليهم كاملين. مارجين هو اللي تيخليك دير المساحة الخارجية. كل ما زدتي في الفاليو كل ما وسعت المساحة. وهاد لي بوكس انا نعطيكم فكره اش يدير فيهم باش تعرفوا، باش ما تبقاوش غاديين ما فاهمين. هاد لي بوكس هما اللي تداروا فيهم لي برودوي، مثلا نقولوا غير الاي كوميرس. لي بوكس هو اللي تدار فيه لي برودوي، تدار فيه الصوره، تدار فيه العنوان، تدار فيه الوصف ديسكريبسيون، تدار فيه ديك الزر ديال الشراء ولا اختيار البرودوي. ولا راه عارفين كيفاش يكون داك البوكس ديال الاي كوميرس فاش يديروا لي برودوي بهاد الفليكس باش يتخدموا. دابا عندنا البرودوي الاول البرودوي الثاني البرودوي الثالث. باش نزيد غادي نمشيو عند شات جي بي تي ونقولوا له عطينا طومبليت صغيره ديال اي كوميرس بالفليكس، وغادي تشوفوا لي بوكس كيفاش تيزينوا الخدمه في لي بروجي. دابا فهمنا هاد الكاب هادي. كاب قلنا تتهنيك من المارجين. طب غادي ندوزو children element child element ولا children. هنا عندنا ثلاثة ديال children. ندوزو child element class box عطيناها البوكس 1 وبوكس 2 وبوكس 3، ومفرقين بيناتهم بكلاس نيم الثاني. هنا كلاس نيم بيج وهنا كلاس نيم سنتر باش نستهدفو كل بوكس بوحدو. وعندنا هاد كلاس بوكس متشاركة بيناتهم اللي هي هادي كلاس بوكس. عندنا في تشايلد اليمنت عندنا بروبرتي ديال فليكس واش دار فيها فاليو بلا يونيت، يعني تدار فيها رقم عدد باش
كما يقولوا هنا كلهم ياخدوا نفس العرض. فهمتوا؟ تدير فليكس تياخدوا نفس العرض ديالاش ديال الشاشة. هذه هي البريفيو، هذه هي الشاشة عندنا هنايا فين كاينين لي بوكس. فاش دير فليكس ان فليكس واحد لي بوكس كاملين تياخدوا نفس العرض في هاد المساحة ديال الشاشة هادي. تيولي عندهم تيتقاسموا بيناتهم نفس العرض. تياخد هذا شوية تياخدوا المساحة اللي درتي لهم بالكاب، تياخد هذا تا هو حقه المساحة اللي دارت بالكاب تياخد تا هو هذا حقه، ونفس نفس العبارة. مفهومة؟ ندوزو دابا للكلاس نيم الاخرين. هنا سيدي بغينا نرجع هنا لواحد. بغينا سيدي هاد العنصر الثاني ياخد ضعفي العنصر الاول والثاني والثالث. البوكس جوج بغيناه ياخد ضعف العنصر الاول والثالث كديزاين. هنا غادي نستهدفوه بالكلاس نيم ديالو اللي هي بوكس بيج. غادي نديرو له فليكس جوج، يعني خد جوج مرات العرض ديال البوكس الاول والبوكس ديال الثاني. خوتك خد جوج مرات العرض ديال خوتك. مفهومه؟ هادو دابا اللي ذكرنا لحد الان هما لا باز ديال الفليكس. ديسبلاي فليكس، فليكس دايركشن، جاب، وفليكس بروبرتي. كنا تتخدم بالفاليو بلا يونيت. مزيان. او ما عندنا امثله هنا اخرى في هذا الدرس هذا. غادي ناخدو هذا المثال هذا نجربوه. نشوفوا هاد البروبرتي هذا لاش تصلح. انا نشرحها لكم ولاني ما هنا قلنا له اسيدي هنا عندنا تشايلد واحد اللي هو هاد الباراغراف. عندنا align items center. هادي ما داخلاش في الفليكس، اما بلا align items center داخله. اش هادير نحيدو هادي justify content center align item center. هي كاتبينها بلونجلي اما رديتش ليها البال. شحال هادي ما جربت هاد البروبرتيز وخدمت بهم ما نسيت الاستعمال ديالهم. دابا خصني نتيستي باش نعاود نريفريشي الميموار. فيرتيكال سنترين و اوريزونتال سنترين. هنا كيفاش عارفين سنتر الشاشة يعني هي الوسط. كيفاش تجيب العنصر الوسط ديال parent element ولا ديال الكونتينر فليكس كونتينر، كيفاش ديروا الوسط بشكل افقي وبشكل عمودي. ملي تدير له افقي وعمودي بجوج سنتر تيجي الوسط ديال البوكس. هنا سيدي بغينا نديروه الوسط بشكل يعني الا حيدنا اوريزونتال اش قالنا فيرتيكال. هادي بشكل عمودي. align item تتمكننا نحطو child يعني align item و justify content فين تيدارو flex container اللي هي parent element. هاد البروبرتي تتمكننا نكونتروليو هاد child اللي هو الباراغراف عموديا، نحطوه
مثلا هنا سنتر، هنا كاينين بروبرتيز بزاف. لا تنديرو باش جي حتى الاديتور ماشي يعطيناش البروبرتيز اللي عنده. ها هي الاين ايتيمز، عندك اكشواليزيو، عندك سنتر ستارت، عندك ستريتش فليكس ستارت سنتر. justify content عندك فليكس ستارت سنتر سبيس بتوين. هادو هما لي بروبرتيز اللي تيستعملو. غنبداو بالاين ايتيم، دابا خليوناها في parent element. align item عندك فليكس ستارت، نخدموها فليكس ستارت و سنتر. فليكس ستارت فليكس ستارت فليكس ستارت راه مفهومه، البدايه ديال هاد الفليكس كونتينر. ستارت هي البدايه، تيحط لك التكست في البدايه ديال الفليكس كونتينر. درنا سنتر تيحطو الوسط عموديا، يعني align item تيكونترولي الاتجاه العمودي، و justify content تيكونترولي الاتجاه الافقي. الاتجاه الافقي. justify content شنو قلنا عندنا؟ فليكس ستارت سنتر سبيس بيتوين. فليكس ستارت راه باينه نفس الشيء، غادي يحطولك في الستارت ديال هنايا، بحال خصنا نحيدو هادي، تيحطولك ستارت و سبيس بيتوين. سبيس بت وين. انا غادي تلاحظوا ما تيبان لكمش الفرق، حيت عندنا تشايلد واحد. خصنا بزاف ديال children، وخص كل تشايلد يكون عنده واحد المساحة مبينة باش يبان لك هاد سبيس بيتوين الفعالية ديالها. يعني ناخدو غير بعض الرولز، نستعملو غير بعض الرولز. في لي بروجي الكبار غادي تبان لكم الفعالية ديال الرولز الاخرين. align content كنا قلنا غادي نقراوها align flex lines within the flex content. غادي نكتبو align content align content. ها هما شوفوا شحال د الروز عندها: stretch center flex start flex and space between space around space evenly initially inherit. شوف كل وحده بالشرح ديالها والاستعمال ديالها. لأن جينا نشرحو بروبرتيز كشار والرولز كشار، لا جينا كل حاجة نشرحوها بوحدها ما غاديش نساليو الدرس. راه باين مفهومة القضية. نبقاو هنا حتى الغدا. هاديك اللي قلت لكم تتحيد داك ليسباس الفراغ، اللي بغا يحيد الفراغ بالاين كونتنت. غالبا يا تحيد الفراغ يا تزيد الفراغ ما بين الايتيمز. مزيان. هنا موجد واحد دوكيومون بسيط فيه النقط المهمة. دابا جربنا دوك البروبرتيز المهمين اللي خص الواحد يعرف، من بعد يقد اجتهاد شخصي دوزو البروبرتيز الاخرين وتيستيوهم جربوهم. شرحنا في الاكس بوكس، هو الشرح توسع العناصر،
ترتب العناصر، يعني يمكن لك ترتب العناصر بلا ما تستعمل هاد البوزيشنينغ وفلوت لايوت. تستعمل في لي كارد في المنيو، فين كتستعمل فليكس بوكس في النافيغيشن بار، في الكارد، في العناصر ديال المنيو بحال هادو اللي هنا في الجنب هنايا، في لي فورم، في الازرار باش تنظم في الازرار في صف واحد بشكل احترافي افقي ولا عمودي. افضل الممارسات هنا كما قلنا غادي دير ديسبلاي فليكس، هاد البروبرتي شدير على البارنت اليمنت، يعني فليكس كونتينر اللي تيكونوا وسطها الوليدات ديالها. حدد اتجاه العناصر، باش حدد اتجاه العناصر هادي راه شرحتها لكم وجربناها. الكاب هادي جبتها لكم من عندي بلا ما تستعمل مارجين، تنظم داكشي مزيان، تزيد داك سبيس ما بين الايتيمز. فليكس وان تتستعمل في تشايلد اليمنت باش توزع المساحة بالتساوي. هادو راه هما الاخرين شرحناهم، جوستيفاي كونتنت ولا لاين ايتيمز، تنظيم افقي وتنظيم عمودي. شنو خصك تجنب في هاد الفليكس؟ فليكس بوكس ما تستعملوش في الهيكل الكبير ديال الصفحة، تستعمل غير في الكونتينرز اللي وسط الصفحة. الهيكل الكبير بحال تتستعمل مثلا في السيمانتيك، ما تتستعملش في المين، تتستعمل في لي سيكسيون، وسط لي سيكسيون ولا وسط لي زارشيكل. المين البادي ما تتستعملش في هاد الفليكس. ملي تستعمل فليكس ما تكترش من المارجين والاوتو. تجنب تستعمل شيرول في الفليكس الا ما كنتيش عارف لاش تستعمل. ديما قبل هاد لي رول كاملين اللي كاين وكاين كتار، قبل ما تستعملها واخا تقراها في شي بلاصه، قبل ما تستعملها فهم لاش تصلح، جرب في هاد ليديتور عاد تستعملها في الدوكيومون ديالك. ما تجمعش ما بين فليكس بوكس وفلوت بلا سبب واضح. ما تعتمدش عليه بوحدو فحال ريسبونسيبل لايوت. هاد البروجيات ملي تيكبروا سي اس اس ملي تيطوال مثلا بحال فلي شنو نسيرو دابا البوت ستراب، ولا مثلا كاكزومبل اللي فايت تسمع بوت ستراب، لا بغا يخدم شي واحد بروجي بوت ستراب ولا شي طومبليت شويه معقده يبيعها ولا شي حاجه، خص الامور تكون مضبوطه. يعني خصك تجنب شي نقاط باش ملي يكبر البروجي ما تخربقلكش الصفحه وتكون نافيغاسيون سلسه. مزيان، هادو هما النقط المهمه اللي وجدت لكم في هاد الدوكيومون هذا. يمكن لكم تعاودوا تقراوهم، تحبسوا الفيديو وتقراو نقطه بنقطه. كونكلوزيون، الا فهمتي البروبرتيز يمكن لك تقاد ديزاين مزيان، ديزاين تيجذب النظرة المشاهد. هذا هو فليكس بوكس. فليكس بوكس، نرجعو للبوكس ديالنا الاولى.
كما قلنا غادي نسولو. ها هما لي بوكس اللي عندنا. قلنا غادي نسولو شات جي بي تي، نقولوا له شات جي بي تي عطينا مثلا، عطينا واحد كونتينر ديال اي كوميرس فيها 3 ديال لي بوكس اي كوميرس. غادي نمشيو لواحد الدقيقة. نمشيو هنايا نيت بلا ما نمشيو لشات جي بي تي. غادي نمشي لشات جي بي تي حسن. واحد الدقيقة. نولف نخدم بشات جي بي تي. ملي ولفت نخدم بشات جي بي تي وداك كوبيلوت ديال جيت هاب. ها هو لاش تي ام ال طلع لينا. ها هو لاش تي ام ال كي تيبان ما فيه ما يتشاف. دونك اون فوا تتزيد له سي اس اس قلنا غادي نقول له فليكس، غادي يعطينا برودوي. برودوي الاول، برودوي الثاني، برودوي الثالث. صبروا يعطينا شي حاجه احسن. برودوي الاول، برودوي الثاني، برودوي الثالث. ها الفليكس كيفاش يخدم. هاهي الكونتينر ديسبلاي فليكس جوستيفاي كونتنت. شي هاد سبيس بيتوين قبيله قلت لكم ما تتخدمش باراغراف حيت عندنا تشايلد واحد. هنا فاش تكون ستركشر شويه كبيره تكونوا تشيلدرن بزاف تستخدمها سبيس بيتوين باش دير واحد المساحه بيتوين اليمنت. الكاب حتى هي يمكن لكم تزيدوها تنقصوها. فليكس وراب. هاي انا في هذا المثال هذا اللي بغى يفهم علاش تصلاح. هنا ندوزو الايتيمز. ايتيم الاول، ايتيم الاول داير له غير تكست الاين سنتر باش يحط التكست اللي وسط الايتيم الوسط، حيت الا حيدتيها غادي يمشيو للجنب. ديال البروبرتي الوحيده اللي استعمل هنايا في شات جي بي تي. عندك صافي هادشي اللي كاين هنا. الصورة راه ما تتبانش. شاد ليا علاش ما تيبانوش الصور. هادشي اللي كاين. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش تستعمل فليكس وفين تيتستعمل. نتمنى يكون عجبكم هاد الدرس هذا.
هذا وصلنا للنهاية ديال الدرس. تلاقاو في الدرس الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.